اي حكم تيجي الا من الاول هو بالك على ليزافيرتيسمون، يحيد لنا ضربه الجزاءات، يعطينا لي كوفرون اللي هما في وسط التيران، ويعطي الخصم الكره حدا الكره. وهذا الشيء ترفضوا بتاتا، لان هناك ليست هناك ضربه جزاء. وثاني ديال الامير الرباطي. وثاني انا لعبت الكره اللي تتساهل شي حاجه عطيتها ليه، قلب على ضربه جزاء اكثر ما قلب على شي يلعب الكره، وانا كنت قريب العمليه تقريبا 3 الامتار، داكشي ما بانش ليا حتى حاجه. بعد رفض الحكم السيد رويسي لضربة جزاء لطرف الرجاء البيضاوي، انعكست مردودية اللقاء سلبا على فريق الرجاء البيضاوي. نتابع محاولة الهدف الأول، قذفة من طرف اللاعب حسن أشرف في اتجاه هداف اللقاء اللاعب حمو محال، الذي يفتتح حصة التسجيل لصالح المحليين أي حسنية أكادير، وهو هدف من الجمالية بمكان وقع في الدقيقة 83. حصلت جمهور الرجاء البيضاوي يقابلها فرحة الجمهور الأكاديري. نتابع المحاولة التي أعطت الهدف الثاني بعد توغل واضح لأجوجا حارس اللقاء أي حارس فريق الرجاء البيضاوي مصطفى الشاذلي، يعرقل أجوجا، والسيد أرويسي يعلن عن ضربة جزاء كانت من وراء الهدف الثاني لحسنية أكادير. نتابع المحاولة من زاوية أخرى، ضربة جزاء كلف بتنفيذها اللاعب دلال ونجح في هزم الحارس الشاذلي. إذن جوج ديال الأهداف مقابل هدفين، وانطلاقة حسنية أكادير من جديد، تأكيد على أرضية ملعبه أنه قادم بدون شك ليقول كلمته هذه السنة في البطولة الوطنية. حصرت الجمهور الرجاوي الذي قدم من البيضاء مبكرا لمساندة فريق الرجاء البيضاوي، لكن هذه هي كرة القدم، فرحة وحسرة. نتيجة اللقاء آلت للمحليين بهدفين مقابل لا شيء. نتيجة تؤكد قوة حسنية أكادير، وأن هذه النتائج تأكيد لقوته. نستمع لفعاليات تؤكد هذه القوة. لا، انتصار ما تنحيش انتصار الحسنيه، دارت جهدها ولعبت كره، ولكن انتصار ما كانش غادي يكون كون كان حكم نازه. واكيد انه الحكم ارتكب اخطاء كبيره، يعني الشيء اللي ساعد وسهل المهمه ديال فريق حسنية أكادير. فضربه الجزاء ديالنا اللي ما صفرش عليها، والانذارات اللي بقى كيفرق في الاول ديال اللقاء، لانه كما بغى يعني يفولي بروفوكي لي جوار ديالنا. فما ما ما, ما كنظنش ان الحسنيه محتاجه الحكام باش تربح. هذا الحكم هذا يعني انا من عادتي ما كنوجهش انتقاد الحكام، انما مع كامل الاسف هذا الحكم تعدى عندنا اليوم، وكنهني فريق الحسنيه على الانتصار ديالو. وهذا الانتصار ما جا عن طريق الصدفه، جا عن طريق عمل دؤوب ديال السي محمد فاخر واللعابه اللي لعبوا مقابله قتاليه جاده، وطبقوا التعليمات اللي عطانا السي محمد فاخر، والحمد لله تاثر لنا داكشي اللي بغينا، انتصار. هو ملي جاتني كره عاط الفوطو قدامي، تيريت مزيان، مشات الكره ل90 هدف مزيان، وما شاء الله كان هذه الجمهور كامل والمشجعين ديال الحسنيه. إذن